كاع نكونوا كاع خوا بلادنا وكما نقولوا جدودنا والمجاهدين والشهداء ربي يرحمهم كامل وين جاهدوا على الجزائر هذه يعني جاهدوا في سبيل الله وفي سبيل الوطن يعني بحنا نعيشوا يعني في سلام ونعيشوا اليد في اليد. في خطوة تهدف إلى تهدئة أي مخاوف قد تثيرها الدعوات الانفصالية، أكد برلمانيون جزائريون أن هذه الدعوات لن تحظى بأي دعم شعبي، وشددوا على أن الرأي العام الجزائري سيظل رافضا لها، وهذا ما رأيناه للتو في وقت تجاهلت فيه وسائل الإعلام المحلية بشكل شبه كامل هذه الدعوات، الأمر الذي يطرح العديد من الأسئلة المهمة. هل يمثل هذا التحرك مناورة سياسية للضغط على السلطات الجزائرية أم أنه يتجه فعليا نحو الانفصال؟ ثم ماذا عن الاتهامات الجزائرية لفرنسا والمغرب بدعم الحركة؟ وكيف يمكن قراءة هذه الاتهامات في السياق الإقليمي الراهن؟ تحدثت مع محلل سياسي خبير في الشأن الجزائري وشرح لي رؤيته للموضوع، وإلى أي مدى يمكن أن تنجح دعوة حركة تقرير مصير منطقة القبائل الماك للتظاهر في 14 من ديسمبر. ولكن بداية لنستمع لما قاله لنا في تصريح حصري زعيم هذه الحركة فرحات مهني، الذي سنتعرف على شخصيته المثيرة للجدل لاحقا في هذه الحلقة، ولكن بداية التصريح. ستعلن منطقة القبائل استقلالها في يوم 14 من شهر ديسمبر في باريس.